يا اخي اربلوه هسه وقت تدافع. يا اخي انت محتاج ريمونتادا. خراب يومك. نلعب عدل. شو وقت تنزلهم؟ الشوط الثاني راح يخلص. يا اخي انت عندك مبابي وعندك فينيسيوس، يعني ذول الاثنين العب بيهم صح. يا اخي لو اصير انا مدرب والله العظيم ما اخسر هيك خساره، حياتي ما راح اخسر. والكافة صحيح بهير تعال درا مثلي وشوف شنو هتفوز ولا لا. طبعا انا اصير احسن من عندك، والله لا يصير اجيب مكانك. من يدق علي ساكت هذا ابوها اللعبه. يا انا يوسف تحتاج مدرب كرة قدم؟ يلا سهله انا موجود. يلا هسه جايكم. يلا باي. والله كان صار صديق راح اصير مدرب كرة قدم حقيقي، مباراة كرة قدم حقيقية. فاعتقد اني يمكن ما اعرف كل شيء عن التدريب، فاحتاج اتعلم وبنفس الوقت احتاج ادوات التدريب. فيلا خلينا نجيب اول شيء الادوات. اعتقد هسه الموضوع صار احسن. خبوره عمود التكتيكات والقلم وقيافة المدرب. بس احنا عندنا تحديات لازم نحققها. اول شيء لازم ناخذ محاضرة للفريق قبل المباراة ونشوفهم التكتيك ونرتب الاوضاع. ثاني شغلة لازم نفوز بالمباراة. شو راح نفوز؟ شنو النتيجة؟ ترى النتيجة راح تأذينا هواي. روح نشوف المحاضرة. اكيد قبل لا ابلش لازم اتعلم شلون اتعامل ويا تكتيكات كرة القدم، وشلون انظم فريقي، شلون اتعامل وياه، واهم شيء شنو التكتيك المناسب. بعد ساعات من الشغل لحد ما وصلت الى التكتيك المناسب وطريقة اللعب المناسبة اللي راح اقولها للفريق بالمحاضرة. فلازم اجمعهم قبل اللعبة باكثر من ساعة على مود اعطيهم التعليمات واعطيهم كل التفاصيل. فبعد ما خلص الوقت اعتقد انا هسه جاهز حتى اقدم اول محاضرة للفريق. يلا السلام عليكم. شلونكم حبايب؟ ان شاء الله اليوم جاهزين. اليوم عندنا اول لعبه بالنسبه لدور مال الجامعات. لازم تكون جاهزين. اول لعبه لازم نحط الاسم مالتنا، لازم نخلي شخصيتنا، لان ورانا اكثر من لعبه جايه، وانا اكيد ان شاء الله ضامن هاي اللعبه ان راح نطلع فايزين. واكيد انه اول مباراه لها بصمتها الحقيقيه. وانا كل واحد بيكم انا اشوف ان عنده مفتاح لحل مشكله، كل واحد بيكم عنده شخصيته، كل واحد بيكم عنده قدراته. وانا اكيد شايفكم قبل وانتم طلعوا مرحلتي. انا بالنسبه لي هذا الفيديو اختاريته لان اعرف ان كل واحد من عندكم عنده قدرات يريد يبينها، يريد يبرزها داخل الملعب. كل واحد موجود عنده بصمته يريد يخليها داخل الملعب. بس شلون؟ لازم احنا عندنا مفتاح، لازم عندنا خطه تكتيك نطبقها. طبعا انا وكابتن عقيل عندنا تكتيك جهزناه البارحه، جهزناه وقريناه صح على بد نوصل النقطه مفصليه. شو راح نطبقها وشو راح نوصل للفوز بهاي المباراه. فهنا الكابتن الفريق هو اللي راح يحدد شو راح يتعامل. احنا بدنا نمشي في شيء اسمه ادابتيشن. الادابتيشن هو التكيف. لازم تتكيف داخل المباراه، داخل الملعب، على مود تعرف تقدم الاداء الممتاز. واضح؟ فالادابتيشن بكل بساطه هسه بعيدا عن كره القدم وبعيدا عن تدريب كره القدم. انا بالنسبه لي عندي تجارب سابقه بالنسبه لالعاب اخرى كرياضه اخرى. انا بالنسبه لي اشوف نفسيه اللاعب نفسه باول مباراه باول 5 دقائق هي اللي تقدم لك الاداء الاكبر. اول 5 دقائق اذا بلشتها صح، اذا بلشت بضغط مستمر، اذا بلشت بصناعه فرص حقيقيه، انت بنهايه المباراه راح تطلع فايز. اما اذا اول 5 دقائق انت كنت متخاذل، شفت الفريق هو اللي مسيطر عليك، انت ما كان عندك سيطره تامه، ثقتك ويا لاعبين اللي وياك بنفس المكان اللي وياك بنفس الفريق ما كانوا وياك داعمينك بشكل كامل، انت هنا مهما كانت قدراتك مهما كان عندك السكيلز انت هنا ما راح توصل للنتيجه. خاصه بالخماسي اذا عندك لاعب يقدر يلعب برجليه صح يعتبر لك كلاعب اضافي. يعني ما راح يكون مجرد حارس مجرد انه يحمي المرمى وانتهت، يقدر يدعمك. ممكن اذا الفريق كله صعد يقدر يصعد وياكم، يقدر ممكن حتى يقطع حجمه، ممكن يقدم لك باصي يجيب لك هدف ممكن. فهنا بهاي الحاله احنا راح نعتمد على امكانيه كل لاعب وتمركزه الصحيح. مبدئيا انا بالنسبه لي اشوف مثلا مؤمن معتبر هو يفتح لي المفتاح مال الشوت. عنده لاعب عنده امكانيه بالتسديد يقدر يحصل لي هدف من لا شيء. انا عندي محمد عنده امكانيه انه يلعب صح. فبالتالي هنا هي الفكره. فهذا الشيء الاساسي اللي نريد نمشي عليه. طبعا اكيد كابتن الفريق عنده كلمه اريد اوجهها لكم على مود نختم هاي الجلسه الابتدائيه ونوصل لنتيجه ان شاء الله راح تترجم الى ان نكون فوز باول مباراه. تفضل كابتن زين. الولد تهمين يعني نفس الكلام لكم تمام. مصطفى محمد ياسين مؤمن كنا ننزل زين، واللي يقصر يطلع بدون اي مجامله تمام.
فكر بالفريق قبل تفكر بروحك، بس اقول لك اياها. شكرا. سيدك كابتن زيد وعاش يديكم شباب، ان شاء الله تكونوا جاهزين، كل جاهز ان شاء الله. يلا شباب، يلا بسم الله، يلا. جمعوا الشباب حتى يراجعون التكتيكات ويضبطون وضعهم، وناخذ صورة جماعية مع بعض حتى تصير ذكرى حلوة. هنا الحكم بلش يوجه اللاعبين حتى تكون مباراة ممتازة وما بيها أخطاء، وتكون القوانين واضحة لكل الفرق الموجودة، ويمشي الفريقين جاهزين، فريق الصيدلة للمرحلة الثالثة والأسنان مرحلة خامسة. ما بقى شيء والحكم راح يصفر بداية المباراة. وبلشت المباراة بضغط كلش قوي من الأسنان، والأسنان جابوا علينا والجول. هنا بلش الفريق يحاول قدر الامكان انه يجيب هدف التعادل، لان اذا بقى الفريق الاسنان متقدم خلاص المباراه راح تنتهي. جاي اتلفت حتى حصل لي واحد ارشي منا اريد افوز بكل طريقه، هنا حصل دسالفه ارشي محمد نفوز. لا انتم خسرانين. احنا خسرانين. وهنا استاذ محمد ما اعرف ليش فرحان لان احنا خسرانين، ما اعرف اذا شميت ما اعرف هو يحب الاسنان، الله اعلم. رجع العباس. وهنا جاي نحاول لكن مع الاسف المحاولات باءت بالفشل. بس هل السؤال الحقيقي معقولة راح نخسر بسهولة؟ معقولة الفريق اللي تعبنا عليه والمحاضرة وهاي الأمور راح نخسر؟ انتظروا للنهاية. ومع الأسف بهاي اللحظة أكلنا الجول رقم 4. ما أعرف شنو الحل. لازم نرشي الحكم يلا نفوز. لا ترى دكتور هذه رقم قيدك يعني. وهنا كانت محاولة فعلا قوية وكنت ننزل بها جول قوي، لكن عندهم حارس يا أخي. خسرانين اوكي، لازم نرجع. هنا أستاذ محمد استمر يسلك لي ويقول لي راح ترجعون وينبين ما راح نرجع. يا أخي شوفت عينكم، جاي أوجههم وجاي أحاول بس ما يفيد، يعني المشكلة مو بي. وبعد ما خلص الشوط الأول بلش شوط المدربين وهو الشوط الثاني، ودخلت ورقة الرابح، وانتظر المؤمن اللي راح يغير موازين المباراة وراح نجيب الهدف الأول بسببه. شوت بعد الهدف الأول مباشرة جبنا الهدف الثاني، اللي معناته إنه راح نرجع للمنافسة قريب. وأكيد ممكن راح نسوي ريمونتادا ونفوز فوز حقيقي. بس اللي ما كنت حاسب حسابه فريق الخصم يعرف يلعب صح، وجاب الهدف الخامس والسادس والسابع والمشكلة حتى الثامن، وختم اللعبة 9 أهداف علينا. مع الأسف خسرنا 9-2، يعني هدفتي احنا برشلونة لو فريق الصيدلة. مع ذلك وين كانت صفرة الحكم وخلصت المباراة وخسرنا 9-2. عشان نرجع للسؤال الحقيقي، معقولة خسرنا بهالبساطة؟ ترى يعني أول مباراة مو معيار، عادي لازم يصير خسارة. ريال مدريد خسر، احنا ما نخسر، هذا تصير. كتبوا لي بالتعليقات إذا تحبون الفيديو الجاي يصير لاعب كرة قدم أو التجربة الثانية على مود الفوز. كتبوا لي بالتعليقات. سيو.